أول شي كل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان. ثاني شي رمضان هو الشهر الفضيل للمسلمين في كل أنحاء العالم. هو الشهر اللي بيصوموا فيه المسلمين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ممنوع انك تاكل، ممنوع انك تشرب، ممنوع تلبي ولا أي إشي من الاحتياجات الجسدية، ولا حتى اللي اجى في بالك عزيزي المشاهد برضه ممنوع. بهذا الشهر المسلمين بيتشجعوا للعبادات، فبصيروا يصلوا صلوات إضافية مثل صلاة التراويح، بصيروا يتصدقوا أكثر، بصيروا يعملوا شغلات كويسة أكثر. رمضان زيه زي أي ممارسة ثانية، في إيجابيات وفي سلبيات. سلبيات، في سلبيات وكثيرة كمان، بس أول إشي خلينا نحكي عن الإيجابيات. اول شيء بالايجابيات انه الناس بتعمل لايكات اكثر، يعني هيك انت بتنزل الفيديو من هون الناس بلش تحضر فيك، اول ما تحضر من هون بتروح تكبسك لايك، تحس اللايك هيك في بركه. هسا شهر رمضان هو بشكل عام هو عباره عن زي علاج للروح، فالصيام بيساعد المسلمين على ضبط النفس والانضباط، يعني بصير اسهل اشي بالعالم انك انت تتخلى عن عاده سيئه، لانه اصلا رمضان بخليك بعيد عن كل العادات السيئه من الفجر للمغرب. انت لما من الفجر للمغرب بدون شغلات سيئه بتقدر تكمل يومك كمان بدون شغلات سيئة، وبوم انت هيك خلصت من عادة سيئة. وفي رمضان في شغلة كثير حلوة أنا كثير بحبها صراحة، إنه بتحس في الانتماء للمجتمع، الناس بتضلها تتساعد في كل إشي، بتحب بعض كثير، بينهم إيثار وأخاء مش طبيعي. عظيم عظيم. يعني مستحيل مثلا في رمضان تكون ماشي وتلاقي اثنين متطوشين بالايادي، اكيد مش رايحين يتطوشوا بالايادي، هم لانهم بيطوشوا في البواريد معلم، بينزلوا يطخطخوا على بعض. هسه جايين للسلبيات، بس خلينا اول ايش نخلص الايجابيات اللي بتصير في رمضان. اوكي، ضايل بس شغله واحده، انه في له فوائد صحيه، ومعروف كمان انه الصيام لفترات طويله بيعزز جهاز المناعه وبخليك تخسر وزن بشكل كويس، يعني بشكل عام بحسن الصحه العامه وبزيد من حساسيه الانسولين، وهذا الشيء عامل مهم في اداره مرض السكري، يعني اذا في حدا عنده سكري وبصوم فامورك راح تكون تمام ان شاء الله معلم. المهم يا جماعه، بعد ما خلصنا حكي عن الايجابيات، طبعا الايجابيات ما بتخلص، في كثير ايجابيات، في ايجابيات عدد لا نهائي، بس ما بنقدر نعدهم كلياتهم، انا بس هيك حكيت بشكل عام. المهم، بس زي ما في ايجابيات في سلبيات، وللاسف احد اهم السلبيات اللي بتواجهنا في رمضان الجفاف. الجفاف، في احد عنده كلمة غير الجفاف؟ لا، الجفاف معلم، يعني اقول لك انا هسه مش قادر، بموت انا قاعد بدي اشرب مي، مش قادر اشرب مي. فالجفاف يعتبر هو اصعب تحدي بتمر فيه في رمضان. في رمضان لانك بتكون صايم لعدد ساعات طويلة وضايل بلا مي، فجسمك بصير في عنده جفاف، والمفروض انك انت تضلك رطب. ضلك رطب، حس التعبير خاني. بس لما انت يصير في عندك جفاف، يكون في عندك نقص اكل نقص شرب، صعب صراحة انك انت تضلك صايم طول النهار عن الاكل والشرب. بس اللي اسوأ من انك انت يكون في عندك جفاف، انك انت تكون في عندك جفاف وجعان ويصير عندك بسبب الجوع والعطش صداع، هيك بتكون ايش، كملت معك هيك، بتلحق صداع دوخة تعب. ووو. رمضان كريم. مش لو بدل ما هم قاعدين بيخترعوا في ذكاء صناعي ياخذ اماكننا بالشغل واماكننا في المصانع، يعملوا لهم اشي في الذكاء الصناعي يخلينا نبطل نعطش، نبطل نجوع، نبطل نصدع، يعملوا لنا شغله تنفعنا مش شغله ضدنا. المهم هسه خلينا نرجع لموضوعنا. التحدي الاول اللي حكينا انه بواجهنا في رمضان اللي هو الجوع والعطش اللي بسببوا لك الصداع والتعب، بس في كمان شغله لسه اسوأ من الصداع والتعب بتمر فيها وانت في رمضان بسبب الجوع والعطش. شو حكيت انا؟ بتحداك اذا بتعرف تعيدها. يعني انت ما في عندك اكل، ما في عندك شرب، معناها ما في عندك طاقه، ما في عندك طاقه معناها صعب موضوع انك انت تنجز مهماتك اليوميه. طبعا هذا غير عن انه ممكن رمضان يدهور لك نومك، تبطل تعرف تنام، فلحق تعب مع بالنهاية شهر رمضان هو شهر النمو الروحي، يعني انت كل السنة بتكون تنمي كل اشي، بس برمضان بتنمي روحك، وزي ما حكيت لكم في لها كثير فوائد صحية مثل تقوية جهاز المناعة، مثل خسارة الوزن، بس برضو بنفس الوقت الصيام في له تحديات صعبة شوي مثل الجوع العطش قلة الإنتاجية. بس بالرغم من كل هاي التحديات المسلمين بيكونوا يستنوا بهذا الشهر على حر من الجمر، يعني بتلاقي كل المسلمين قاعدين بيستنوا بهذا الشهر عشان يجي عشان يتأملوا ويبنوا المجتمع. صحيح يا جماعة، بس بدي أحكي لكم شغلة صغيرة، إنه أنا وين كنت غايب. آخر فيديو نزلته عندي بالقناة كان من أسبوع تقريبا، وحكيت لكم إني راح أصير أنزل في قناة الجيمنج. أنا كل ما أحكي إني بدي أصير أنزل في قناة الجيمنج بتنزل علي الخوازيق هيك من السماء، خوازيق 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 خوازيق.
انتوا فاهمين؟ ما بعرف ليش كل الدنيا واقفة ضد قناة الجيمنج، بس ان شاء الله في رمضان يا جماعة الخير راح اصير انزل في قناة الجيمنج، وحتى قاعد بشتغل على اني اصير اطلع لايف. انزلوا تحت بالتعليقات احكوا لي اي ساعة بناسبكم اني افتح لايف جيمنج، اي ساعة ضروري هسا انزلوا جاوبوا الموضوع ضروري، لانه الاشي كثير مهم. اليوم المساء ان شاء الله في بث على الساعة 11، فعلى الساعة 11 فوتوا او تعالوا خلينا نقعد ندردش مع بعض. يا جماعة انا بس قبل ما انهي الفيديو بدي احكي لكم انه الفيديو هذا كلياته كتبوا الذكاء الصناعي. ان شاء الله بستخدم الذكاء الصناعي في شغلات تنفعنا مش تضرنا. يعني اذا انا باخذ الفيديو جاهز من الذكاء الصناعي انا شو استفدت؟ انا مخي ليش انا في راسي طيب لما في ذكاء صناعي يمشي لي كل اشي؟ مش عارف يا جماعة، بس هذا الاشي بخوف وراح يوصلنا لمرحلة انه احنا كلياتنا نصير حمير والكمبيوتر هو اللي بيشتغل كل اشي. بس برمضان في شغلة غريبة بتصير يا جماعة الخير، هي خارج عن النص، يعني الاي اي ما حكى لي عنها، بس انا بدي احكي لكم عنها. انه ليش الناس الكد بتتمشكل في رمضان؟ يعني اوكي يا جماعة، انت جعان انا جعان، انت صايم انا صايم، انت ما كلياتنا بنعمل نفس الاشي، فما بلزم انك انت تيجي تحمل حالك جميلة انك انت صايم بدك تمشي الحياة كلياتها على كيفك. لا، انت صايم احترم صيامك، كون انسان مهذب. ويا سلام علي، وانا بعطيكم مواعظ. بشوفكم فيديو جديد، باي. أهلا رمضاني، أحلى إشي في رمضان أغنية رمضان. شهر الغفران، شهر الإحسان، رمضان ورمضان ورمضان رمضان.